بعد ما كانت أضاحي العيد في متناول الأغنياء، أصبحت وبفضل الموالين في متناول السلاطين والأمراء. طفلة عمرها 16 سنة تخطف أنظار المكبوتين. قناة العار تتهم إمام جزائري بالسرقة. وحادثة الاحتلال الفرنسي ناس ملاح. ويلي كيف، مرحبا بكم فيديو جديد من سام نيوز، واللي هي نشرة 8:15. ونبداو بأول خبر عندنا اللي هو غلاء أسعار الخرفان. بوم توجو الكباش همتهم طالعة، وسيرتو كي قرب العيد من هذا العام وحده. شحالك تحسب فيهم؟ عطاوني 32 3 ملايين و200. واه تتمسخر بيا نعجة صغيرة ب4 ملايين، إلا ما كانت توحم على الكافير وماشي هكا. أيا هادي لو كان نشريها وننوي نكبرها للعام الجاي ونوكلها لحشيش قابل تموت لي، باسكو على حساب السومة تاعها باينة بلي تستقهوى بالكرواسو كونديا شوكو. للمعلومة برك كونديا شوكو راهي ضمن المقاطعة. سنا لو كان تروح ب2 ملايين عند الموال باش تشري كبش، يشد عليك دوك 2 ملايين ودوموندي منك التليفون باي يدخلك في الواتساب ويبعث لك الفوكال تاع ويقول لك خلاص ودراهمك. وخبرنا الثاني لنهار اليوم هو لطفلة جزائرية راح تجوز البيام عشان خاطفة قلوب المكبوتين. هذه الطفلة راح تجوز البيام تاعها كما أي بنت جزائرية عند البيام، وبالصدفة وبعد ما كملت الامتحان تاعها تلاقت بقناة من القنوات الجزائرية وجازت في التلفزيون. للآن كلش عادي، حتى بأيام يظهر كونت تيك توك فيه تصويرات تاع الطفلة تشبه لهذيك الطفلة اللي جازت في التلفزيون، وهذا الكونت طردق بلي زابوني وجاب أكثر من 200 ألف أبوني في يومين. 200 ألف مكبوت صعيبة بزاف شريكي. المشكلة الطفلة تقول لهم بلي هذه ماشي أنا، من المكبوتين يستمرون في جهادهم ومازالوا لحد الآن يطلعوا لها في الكونت. اسمع لو كان ما خرجت الطفلة وقالت لهم بلي هذا ماشي كونت تاعي كانوا رايحين يلحقوا المليون. والمشكلة أنه نصهم كاع فوق 30 سنة. 30 سنة واش راح تدير بطفلة عندها 16 سنة؟ ربي يهدينا وخلاص. والخبر الثالث اللي عندنا لنهار اليوم اللي هو قناة جزائرية تقوم باتهام إمام بسرقة 450 مليون. بعد ما كانت قنوات العار تخدم سيناريوهات بتجيب المشاهدات، زادوا طلعوا الريتم ولاو يتهموا الأئمة، وماشي أي إمام بل من أفضل الأئمة الموجودين في الجزائر. وباش تتهم إمام لازم تكون عندك أدلة قاطعة باش تتهم هذا الإمام. مع قناة العار اللي تمشي من راسها قررت تستضيف هذا السيد اللي عنده بنت معوقة وتخليه يروي القصة تاعو اللي هي قصة حساسة، وما بين قوسين انه هذا السيد موسوس وزيد متناقض في نفس الوقت. وبنجيبها لك مثالي عزيزي المشاهد، انا راني مع هذا الامام حتى ولو كان صح سرق 450 مليون، باسكو امبوسيبل راح نامن قنوات العار هذو. والخبر الرابع اللي عندنا لنهار اليوم اللي هو انه بنزيما جا للجزائر، جا للجزائر وراح النادي المولودية وتلاقى بالليلي وتفرج على الماتش اللي كان ما بين الجزائر وغينيا وخسرنا. مين سقسيكم اسكو شتو الطفل اللي كلا الحبة تاع الملفاي في عضة وحدة؟ هذه اكبر حشوة قادرة تصرى لك في تاريخ كرة القدم. الا كان اللي حاكم الكاميرا عندكم يديرهاش بيك. والخبر الخامس اللي عندنا لنهار اليوم اللي هو قاطع صاحبي. قاطع واش راك تستنى؟ خاوتنا في فلسطين راهم ينحرقوا وانت مازالك تدعم في العدو. ما تقدرش تستغنى على كوكا، كاين حمود. ما تقدرش تستغني على كونديا ونعرفك في رويدي، كاين صومام تخدم حليب بالشيكولا خير من كونديا. ومنها فاني دائما منتوج بلادك شويه. وإلا ماكش عارف المنتوجات اللي راهم ضمن المقاطعه، ارواح تواصل معايا في الانستا ما تحشم صاحبي، وراني نبعث لك كاع القائمات المقاطعه وما منعطي لك قائمة البدايل تاع هذوك المنتجات اللي رانا مقاطعينهم. الخبر الخامس اللي عندنا لنهار اليوم قال لك بلي عم كريستيانو دخل الاسلام وفي الجزائر، وبزاف ناس قال لك بلي كذبه، واصلا نص البرتغاليين عندهم نفس اللقب تاع كريستيانو والله اعلم. والخبر السادس اللي عندنا لنهار اليوم اللي هو انه هذا المهرج قال لك بلي الاستعمار الفرنسي كان ناس ملاح وما قتلش 1.5 مليون شهيد، هو قال 1.5 مليون شهيد. المهم على حساب القول تاعو قال لك بلي الاستعمار الفرنسي كان ناس ملاح وما قتلش 1.5 مليون شهيد، بل قتل 150 شهيد ولا 140 شهيد. 150 شهيد ماتوا في 2 مترات هذوك اللي عندكم. اصلا هذا لا كان عندكم شهداء ضحوا في سبيل الله وفي سبيل الوطن، وعندنا لو كانوا يموتوا كل عام 3 شهداء لو كان رانا فايت 150 شهيد. وتبقى الجزائر بلد 1.5 مليون شهيد، وإن شاء الله 40 مليون نسمة كامل نستشهدوا في سبيل تحرير فلسطين، وعلاش لا. ولكن هذا كان فيديونا لنهار اليوم، نتمنى أن كنتوا عند حسن ظنكم بيا، وهذا ما كان.
صحة عيدكم كاع اللي يحبونا واللي يكرهونا ثاني صحة عيدكم. 40 ولاية وكاع اللي مسلم في الموت.